يعني ايه مشروع شغالين فيه من قبل ميلاد السيد المسيح؟ ملك يجي وملك يروح ويجي اللي بعده، وملايين عاشوا وماتوا وهم لسه مكملين فيه. كل دوت لحد سنة 1878، 2500 سنة شغل مقضينها حفر وأحجار مهولة بتطلع لقمم جبال عشان يبنوا أطول سور في العالم، 21,000 كيلو متر. عارف يعني ايه الرقم دوت؟ يعني نص طول قارة أفريقيا، ولو حسبناها على الوطن العربي كله هيكون حرفيا ممتد من الشرق للغرب. مساحة الوطن العربي كله عبارة عن السور ده. انت محتاج أكتر من 6 شهور مشي على رجلك عشان تخلص المساحة دي. فبالعقل هو في دولة تبني سور بالطول دوت عشان تحمي نفسها من شوية قبائل بدائية وشوية ناس بحصان والمغول؟ طبعا التاريخ المزيف هيقولك ده سور دفاعي ضد الغزوات. يا عم جميل، وانا هاخد كلامك، بس شغل عقلك معايا ثواني. هم قعدوا يبنوا فيه 2500 سنة، يعني العدو اللي كانوا خايفين منه في بداية البنى ما بقاش ليه وجود اصلا. العرق بتاعه انقرض ولغته اختفت وما بقاش ليه اثر في الوجود، وهم لسه مكملين بنى برضه. تفتكروا هم كانوا مجانين ودخلوا في دايرة من العبط ونسيوا هم بيبنوا السور دوت ليه؟ ولا الكائن او الخطر اللي كانوا بيبنوا السور دوت عشانه ويستخبوا منه كان خطر ومرعب قوي، ومن كتر خوفهم منه بقى مجرد ما بيفتكروا سيرته بس بيكملوا بنى لحد ما بنوا اطول سور في تاريخ الارض؟ لكن سيبك من كل دوت، انا حابب اقولك ان المشكلة اصلا مش في طول السور لكن في اتجاه السور. لو زرت السور دوت وشفته بنفسك هتكتشف الكذبة في ثواني. في علوم الهندسة العسكرية الناحية الأوطى وفتحات الجنود اللي بيضربوا منها دايما بتبص لبره ناحية العدو اللي جاي يهاجم. بس المشكلة ان في اجزاء ضخمة جدا من سور الصين فتحات السهام والتحصينات الدفاعية بتبص لجوه، يعني بتبص ناحية الصين نفسها. وفي يوتيوبر اجنبي راح هناك واختبر السور بنفسه، اكتشف انك تقدر تطلع السور بسهولة جدا من بره، بس مستحيل تطلعه من جوه. هو السور دوت اتصمم عشان يمنع اللي بره انه يدخل، ولا اتصمم عشان يحبس حاجة مرعبة جوه وما تخرجش للعالم؟ طبعا التاريخ المزيف دايما جاهز بالتبريرات بتاعتهم، لكن كل الكذب دوت بيتكشف لما تعرف ان ما كانش اسمه سور الصين اصلا لكن سور ترتاريا العظيم. ده كان حدود امبراطورية عظيمة جدا مسحوا اسمها من التاريخ. اللعب اكبر من مجرد حجارة يا صاحبي. تعال اعرفك ايه هي ترتاريا اللي مسحوها من الخرايط، ولا خايف تخرج برا الماتريكس؟ لو مش خايف تعالى مع بعض نفتح كتب التاريخ المزيف. بص هيقولولك فيها ايه. السور دوت اتبنى على اجزاء ومراحل بيشرف عليها سلالات حكام مختلفة، عشان كده فتحات الجنود بتبص لجوه رغم انه كلام ما يدخلش العقل. بس تعالوا نرد عليه، والرد هيكون سهل قوي لان كدبتهم نسيوا يحطولك فيها حاجة واحدة، ان اصلا كل الاجزاء اللي بتبص بره الصين عشان تحمي الدولة مبنية حديثا. يعني السور اتعدل عليه في الترميمات الحديثة وخلوه بيبص لبره كأنه بيدافع عن الصين. الصور اللي بتشوفها على جوجل والأماكن اللي مسموحة للسياح كلها الأماكن اللي اتعدلت من أول وجديد، لكن الحقيقة إن السور رغم المساحة المرعبة ديت مش ظاهر منه غير جزء والباقي مدفون تحت التراب. يعني هتلاقيه وسط الغابات ومدفون ومحدش يقدر يشوفه، ودوت تعمد واضح إنهم يخفوا آثار مهمة، لأن أنت كده رافض التنقيب عن باقي السور بمزاجك. ولو حاولت تدور على صور او وثائقي للاجزاء المدفونة ديت على النت هتعاني عشان تلاقي صورة واحدة. فانت برضه اسأل نفسك ليه سايبين الاجزاء ديت وبيحاولوا يخفوا ايه عننا؟ امبراطورية ترتاريا معروف ان كل المباني بتاعتها ما كانتش للحروب او زينة، يعني انسى ان السور دوت كان للدفاع. فالسر مش في ابعاد السور او طوله لكن منظومة التكنولوجيا والطاقة اللي كان السور دوت جزء منها. العمارة الترتارية كانت قايمة بشكل كامل على سحب طاقة الاسير الحرة من الجو وتوزيعها لاسلكيا. ابراج الحراسة اللي على السور كانت اكتر من 2000 برج، ده غير اللي ما اكتشفناهوش ومدفون اصلا. يبقى تعالى مع بعض نبص للابراج ديت وهنفهم انها كانت مستقبلات لطاقة الاسير، وبعد ما بتستقبل الطاقة ديت بتبث ترددات كهرومغناطيسية عالية جدا على طول حدود الامبراطورية. الترددات ديت بتعمل عزل طاقي يمنع اي مخلوق من الابعاد التانية انه يعدي الحدود. وكل دوت من سنين قريبة قوي اختفى مع الطوفان الطيني واتمسح التاريخ الحقيقي، وكل ده عشان يضمنوا ان البشرية تفضل محبوسة جوه سجن. عدادات كهرباء، بترول، بنزين عربيتك، عبيد 8 ساعات شغل، غير طبعا السيطرة المالية. السور اتبنى من الأول، لمعوه خلوه مزار سياحي، وكل دوت عشان يكتبوا القصة من أول وجديد. بقى سور الصين العظيم اللي بيحميهم من المغول.
تقدر تصدق القصص المعروضة في كتب التاريخ وتنام مرتاح، وتقدر تفتح عينك وتشوف الحقيقة. العين ملهاش قيمة لو العقل أعمى يا صديقي، وانت اللي بتختار. السلام.